لو سألتك وقلت لك مين أفضل لاعب في الدوري المصري، لسانك هينطق بتلقائية واحد من لعيبة الأهلي أو الزمالك. بس الحقيقة إن في لعيبة تانية بتقدم مستويات عالية، لكن لأنهم ما بيلعبوش أهلي أو زمالك مش متنجمين. فأنا قررت أعمل سلسلة فيديوهات أسلط فيها الضوء على اللعيبة اللي مش متنجمين. يلا بينا نبدأ. معاكم محمود الساعاتي، وده أول فيديو عن أول لاعب معانا وهو سمير فكري. سمير فكري ابن محافظة الشرقية وصاحب ال 28 عام، واللي بيلعب حاليا في نادي المصري البورسعيدي. ولو سألتك مين أفضل لاعب في نادي المصري هتقول لي ميدو جابر أو محمد الشامي. بس الحقيقة إن زي ما ميدو جابر متألق مع المصري، كمان سمير فكري متألق مع النادي المصري. ما تخليش فكرك كله ينحصر تجاه الأهداف أو الأسيستات، هم مهمين جدا، ولكن على رأي الأسطورة أحمد ياسر الكرة إيه؟ ارقام يا كابتن. بس أنا مش هكلمك هنا عن الأرقام دي، في أرقام تانية زي مثلا إن سمير فكري عمل 469 تمريرة، منهم 385 تمريرة صحيحة، يعني نسبة نجاح تمريراته 82%. كمان سمير فكري استلم 426 تمريرة بطريقة صحيحة من أصل 427 تمريرة اتلعبت. متخيل الرقم؟ هتقولي يعني أنا هتعاقد مع لاعب علشان بيعرف يستلم صح؟ هقول لك مع ان في لعيبه بتلعب في اهلي او زمالك ما بيعرفوش يستلموا الكره صح، بدون ذكر اسماء يعني زي طاهر محمد طاهر او محمد اشرف رؤى، لكن برضه خليني اقول لك شويه ارقام من اللي بتحبها. سمير فكري يا سيدي الاكس جي بتاعه اللي هو الاكسبكتد جولز، اللي هو الاهداف المتوقعه في المباراه الواحده، 1.2. كمان الراجل عامل 3 تمريرات حاسمه في 9 مباريات، وخلق 10 فرص محققه للتهديف. ولو هنتكلم عن الناحيه الدفاعيه بقى اللي المفروض الوينج بيكون بيتميز بيها، سمير فكري قدر ان هو يستعيد الكره 56 مره. طب والعرضيات ايه ظروفها؟ سمير فكري عمل 25 عرضيه، منهم 9 عرضيات صحيحه. وعلشان تفهم الرقم خليني اقول لك ان زيزو اللي هو زيزو بقى عمل 54 عرضيه، منهم 11 عرضيه صحيحه، يعني نسبه نجاح عرضياته 20%. فهمت؟ شكلك فهمت. كمان سمير فكري عمل 7 مراوغات صحيحه من اصل 12 مراوغه. وعلشان تفهم برضو خليني اقول لك ان حسين الشحات، ايوه حسين الشحات اكتر حد بيحب يراوغ، عمل 7 مراوغات منهم 3 بس تموا بطريقه صحيحه. شكلك فهمت برضو. وبس كده يا سيدي، دي كانت شويه ارقام واحصائيات عن اول لاعب معانا في السلسله سمير فكري. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو للبيج، ولو بتتفرج على يوتيوب ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهات السلسله. كنت معاكم محمود الساعاتي، وعين عن النجوم.